الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري مستمرة، وفي الكرة المصرية مستمرة، وأيضا في كأس مصر مستمرة. فضايح تحكيمية في دور ال 32 من كأس مصر. امبارح كان نادي الزمالك ونادي اسمه بروكسي، كل احترامنا وتقديرنا ليه، لكن يعني الحكم وليد عبد الرازق كده بيستمر في مسلسل الأخطاء الجسيمة والأخطاء الكبيرة في الملاعب الكرة المصرية. ولجنة التحكيم بقى والاتحاد المصري لكرة القدم بيقول لك التحكيم المصري بخير والدنيا ماشيه كويسه، والخبير البرتغالي محدش بيسمع صوته كده، ما بنشوفش اي قرارات، ما بنشوفش اي حاجه للتحكيم المصري. الحكم وليد عبد الرازق امبارح في ماتش بروكسي ضربه جزاء صحيحه وسليمه لنادي بروكسي ضد دفاع نادي الزمالك، ولم يحتسبها، شد واضح تماما. الحكم كان بعيد عن الكوره، لكن بعيد مسافه ان هو شايف الكوره، لكن وليد عبد الرازق طبعا حكم معروف للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، اللي ادى انذار لمحمود متولي في نهايه مباراه الاهلي والمصري، كلنا فاكرينها، اللي كانت في الدوري المصري، عشان ما يلعبش مباراه القمه، مع ان محمود متولي اللاعب اللي ما اتكلمش ولا اعترض ولا كان بدر منه اي شيء، لكن كان بيديله الانذار ده، وكان هناك تحامل كبير على لعيبه النادي الاهلي. امبارح بنشوفه تاني في اخطاء موجوده، واخطاء كبيره ايضا، اعتراضات كبيره جدا على الحكم وليد عبد الرازق، لكن بنشوفه بيحكم عادي وموجود. الحاجه الفكاهيه والحاجه اللي تضحكك ان في قناه نادي الزمالك والاستوديو التحليلي الكابتن طارق يحيى، ومعاه الكابتن ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، وهو رايح كده بقى خلاص جت فقره الحكام بقى والفقره التحكيميه والكلام ده كله، وبيتكلم ان في اخطاء ادت لان في فرق خرجت من الدور 32 من كاس مصر، وما يصحش ابدا الكلام ده. لسه بيتكلم كابتن طارق يحيى، قال له معلش بقى النهارده اللي بيكلموني ان الحاجه مش جاهزه والوقت بتاع برنامجنا خلص، وان شاء الله في الاستوديو اللي جاي بقى نبقى نستعرض الحالات دي. مش ممكن يعني اللي بيحصل ده، يعني فقرة تحكيمية أو فقرة المفروض موجودة في استوديو تحليلي لمباراة الزمالك وما يكونش لها وقت، أو يبقى في خطأ فني، ده شيء مثير شوية للضحك. وخاصة ان فريق عمل وقناة الزمالك بتقعد مخصوص تحلل مباريات الاهلي. شفنا مباراة السوبر المصري ما بين الاهلي وبيراميدز، قاعدين اسبوع بيحللوا المباراة والاخطاء التحكيمية والكوارث التحكيمية اللي حصلت، بقول لك قاعدين اسبوع بيحللوا. فيعني كانت حاجة فكاهية امبارح كبيرة جدا في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك اللي هو قناة النادي، ولكن كلنا بنشوف يعني حاجة غريبة جدا بتحصل في التحكيم، وحاجة بتحصل في أيضا القنوات الرياضية، وربنا يكون في عون الأندية واللاعبين.